والله ما ندري أي عمل ذلك الذي سيرفعنا عند الله عز وجل، ما ندري. لما البغي التي أسقت الكلب، هل كانت تتصور أن هذه الشربة ستكون هي طريقها إلى الجنة؟ أو ذلك الذي أزاح غصن الشوك عن طريق المسلمين، هل كان يتوقع أن هذا الغصن هو طريقه إلى الجنة؟ عشان كذا كل يوم اجعل يومك سعيد، اصلح نيتك وابذل الخير ولا توقف. مسحة على رأس يتيم، صدقة، شفاعة في خير، إسعاد إنسان. يعني قد تجلس مع إنسان تجبر بخاطره فيكون هذا الإنسان هو طريقك إلى الجنة. لا تتوقفوا أبدا عن فعل الخير، أكثر الخير مع صدق النية، وأبشر فإن الله تعالى أكرم وأعلم. فقد يكون يوم سعدك هو ذلك اليوم الذي أنت أسعدت فيه إنسان فكسبت فيه رضا الله إلى أن تلقاه.